الجيش الليبي يصدم كبرانات الجزائر وسيشارك إلى جانب الجيش المغربي في مناورات الأسد الإفريقي بالصحراء المغربية بمنطقة المحبس قرب تندوف المحتلة. وعلمت جريدة إسبريس الإلكترونية من مصدر عسكري ليبي مسؤول أن الولايات المتحدة الأمريكية وجهت دعوة رسمية إلى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في طرابلس للمشاركة في مناورات الأسد الإفريقي 2024 والتي ستحتضنها الصحراء المغربية في الشهر الجاري، مضيفا أن مسؤولين عسكريين ممثلين عن القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أجروا مؤخرا زيارة إلى ليبيا في هذا الشأن. وأوضح المصدر ذاته الذي تحدث لإسبريس أن ليبيا حريصة على التواجد في مثل هذه المناورات العسكرية، حيث تسعى إلى إثبات وجودها وقدرتها على المساهمة في الجهود الأمنية في المنطقة